زمان اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمل عجينه البيتزا، كنت دايما بشتريها جاهزه. فدلوقتي بقى جبت لكم عجينه بيتزا سهله جدا وبمكونات بسيطه. اول حاجه، على كيلو دقيق بستخدم كيس الخميره اللي انتوا شايفينه ده وعليه معلقه كبيره من السكر. تمام. احط عليهم ميه دافيه، هقلب حلو عشان خاطر بعمل اختبار الخميره. بعد كده هغطي عليهم وهسيبهم. اهم حاجه بقى نستخدم نوع دقيق نضيف. ده كيلو دقيق، حطيت عليه كيس لبن نيدو، حطيت عليه معلقه كبيره من الملح، هقلب كويس جدا. هحط عليهم نص كوبايه من الزيت، واهم حاجه نوع الزيت يكون حلو، يا اما نحط زيت زيتون. هقلب كويس جدا. بعد كده الخميره زي ما انتم شايفين طلعت فقاقيع، معنى كده انها ناجحه معانا. هحطها عليهم وهقلب. بعد كده هبدا ان انا اعجن بميه دافيه. لو عاوزين تعجنوها بلبن يبقى نشيل كيس اللبن الميدو اللي احنا حطيناه في الاول. تمام. بعد كده اهم حاجه بقى نعجن العجينه كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، ادوها حقها في العجن، هتطلع معاكم بيرفكتو. لو وصل لكم الفيديو صلوا على النبي وتابعوني. منوعات سارة جمال. باي باي.